السلام عليكم. تخيل معايا طفل مهاجر بلا أهل، بلا حماية، والمفروض اللي يحميه هو أول واحد كيستغلو. غرفة فندق، ملابس داخلية، وعود بالجنة مقابل الصمت. هادشي ماشي فيلم رعب، هادشي واقع. المجرم شرطي رسمي خدام باسم القانون. لكن المفاجأة الكبرى، الحكم اللي صدروا على هاد الشرطي. بقى معايا حتى تفهم كيفاش كتغتصب الحق باسم الإنسانية. هاد القضية صراحة كتقلب المعدة، وكتفضح بزاف ديال الحقائق الخايبة اللي كاينة في الكواليس. شرطي إسباني خدام في مكتب الهجرة، متهم باستغلال قاصرين، ومن بينهم شباب مغاربة، مقابل تسريع طلبات اللجوء. المحكمة العليا في مدريد نطقت بالحكم نهار الخميس 12 يونيو 2025، كترجع لسنة 2021، وبالضبط في الفترة ما بين 11 غش و 2 نوفمبر. الشرطي كان في مهمة خاصة في مدينتي لاس بالماس وسبتة المحتلة، مكلف باستقبال طالبي اللجوء من المهاجرين. لكن حسب تقارير وحدة الشؤون الداخلية، ما استغلش المنصب ديالو باش يخدم، بل باش يعتدي. كيوقف الشباب في الشوارع، خصوصا اللي باينين عليهم الفقر والضعف، كيقول لهم انه شرطي وانه يقدر يساعدهم يدوزوا الملفات ديالهم بسرعة. لكن المقابل موعد سري في الغرفة ديالو، بدون شهود، بدون قانون. نفس الغرفة كان كيطلبها ديما، عندها واحد المدخل خاص من برا باش ما يشوفوش الموظفين ديال الفندق، وكيستقبل الضحايا وهو لابس غير ملابس داخلية. تخيل معايا المشهد، كيخليهم يجلسوا معاه 45 دقيقة، كمل من عقلك، وكيخرجوا بأكياس فيهم حوايج جداد ومشروبات وحتى الفلوس. واحد الضحايا قالوا أنه كيطلب منهم يباتوا معاه، وأن العلاقة ديال داكشي كانت شرط ضمني باش يساعدهم. الأدلة كانت قوية، المراقبة الأمنية وثقت كلش، ولكن العقوبة مجرد توقيف إداري لمدة 90 يوم. تخيل، يعني واحد العطلة إجبارية. هنا جمعية ما تقيش ولدي دخلت على الخط وقالت كيفاش كتسميو هادشي عدالة؟ فين هو التحقيق الجنائي، وفين هي حماية الأطفال، فين هي حماية المهاجرين؟ وطالبات الدولة الإسبانية باش تتحمل المسؤولية ديالها، ودعات أي ضحية بغا يتكلم أنها تقدر تلقى الدعم سواء في إسبانيا أو حتى في محاكم دولية. ولكن هنا خاصنا نسولو راسنا، واش هاد العقوبة كافية؟ واش المغرب خاصو يسكت على الوليدات ديالو اللي كيتعرضوا للاستغلال؟ ما تخليش هاد الصوت يضيع في الصمت. شارك الفيديو وعطينا الرأي ديالك في الكومنتير باش نكونوا الصوت لكل مهاجر ضعيف، ما يبقاش حتى شي واحد فوق القانون. السلام عليكم.